بصراحة أنا عمري ما بفهم الحب الأعمى، ويمكن هنا بقى أنا ما أقصدش في العلاقات ده موضوع قتل بحثا، وإنه فعلا أكتر مثالين صح في الحياة هم إن الحب أعمى والجواز بطيخة، لكن دول مش قضيتي خالص في الفيديو ده. بصراحة اللي أقصده بقى إن أنت تكون بتحب حد معروف، حد مشهور، وتحبه بشكل أعمى، بشكل يخليك ما تقدرش أبدا تبقى موضوعي في حكمك عليه، وطول الوقت تدافع عنه دفاع مستميت، وطول الوقت تبقى كأنك ماضيله شيك على بياض إن هو يعمل أي حاجة وكل حاجة وأنت برضه ما زلت بتحبه. اعتقد المساحه دي ينفع جدا تبقى في العلاقات الضيقه، في العلاقات ما بين الام واولادها، الاب وعياله، حاجات شبه كده، لكن صعب جدا ان ده يبقى في العلاقات بناس ما نعرفهاش اصلا. كل علاقاتنا بيهم انهم مثلا كتاب اثروا فينا، فنانين شايفينهم عندهم موهبه مختلفه ومميزه، ماشي ده شيء مشروع ان احنا نحبهم، لكن الغريب انك تحب بالشكل اللي هو الناس بتبقى فيه الترس فلان الفلاني. ما هو في الاخر برضو ده بني ادم، انت كده اصلا بتحمله فوق طاقته وبتخليه ما ينفعش يغلط، لان انت اللي حطيته في المساحه بتاعه الحب الاعمى. اعتقد واحد من علامات النضوج ان الانسان يبطل يحب حد بشكل مطلق، بالذات لو هو حد حدود علاقتك بيه هي في منتج بيعرضه عليك، وانت كمستهلك من حقك مره يعجبك، مره يبقى عندك فيه راي. لكن فكره الاحكام المطلقه ان الناس اللي بتحبها طول الوقت تبقى فظيعه، ده بيحملهم مسؤوليه صعبه جدا، وانت كمان بتجرد نفسك من مساحه عقل كده تخليك انت شخصيا مرتاح وانت بتقنن مشاعرك تجاه الناس. معرفش، يجوز الكلام ده دلوقتي يكون جه كده خبط مع حد مؤخرا مثلا رايه اتغير في حد كان معجب بيه، او شخصيه معروفه كان بيحبها وحس ان هو اللي كان مأفور قوي في مشاعره تجاهه، ويجوز حد تاني يكون لسه في طور التكوين كده وبيكن مشاعر خطيره تجاه حد، فالكلام ده يفرق معاه بشكل او باخر.